بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في قناة مطبخنا المصري. والنهاردة ان شاء الله هنعمل ايس كريم دريم. طبعا احنا عارفين مفيهوش اي افتكاسة ولا اي حاجة. احنا يا دوب بنفضي العبوة وبنضيف عليها المية الساقعة او اللبن. فانا هنا هضيف عليها المية الساقعة واللبن الاتنين مع بعض عشان اللبن بودر. وهنبدأ ان شاء الله على طول. هنا العبوة او الباكو بياخد كوباية لبن بس مش مليانة للآخر اهي كده اللي هي 200 ملي. وهضيف عليها معلقتين لبن بودر. لو عندك لبن سايب بنستخدمه عادي، مفيش انا بعمل كده بحط اللبن البودر بس كده. وهنبدأ بالفانيليا. انا هعمل ان شاء الله فانيليا ومانجا وشوكولاتة. هنبدأ بالفانيليا. هفضي العبوة كده اهي. نضربه لمدة 4-5 دقايق كده، بس نقلبه كده الأول عشان ما يغيرش مننا مع المضرب. بسم الله. بنبدأ بسرعة ضعيفة وبعد كده بنزود السرعة. بسم الله. زي ما احنا شايفين بدأ يتقل معانا اهو. هنكمل الضرب كده. هو كده خلاص. ده اول نوع اهو. ده اول حاجة اهي عملناها الفانيليا. بسم الله. هفضيه هنا كده. شايفين بقى كريمي اهو. بسم الله. انا عاملاه قبل كده بس عملته بالمانجا الطبيعي، فقلت هعمل ده بقى ايه من غير اي حاجه كده زي ما مكتوب على العبوه بتاعته بالظبط. كده عملنا الفانيليا. هنحطها في الفريزر ونكمل، وهو بياخد في الفريزر من 4-5 ساعات. وادي المانجا في نفس البوله. هفضي الكيس كده اهي. وبرضه هضيف له معلقتين لبن بودر لان انا ما عنديش لبن سايل اهو. معلقتين كبار. والميه المتلجه ازازه تانية اهي. بس كده. وهنفضيها. بسم الله. هنبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. بنبدأ على سرعة قليلة وبعد كده بنزود. بسم الله.
كده خلاص. ادي المانجا كمان اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين القوام عامل ازاي؟ ولسه كمان هيدخل الفريزر 4-5 ساعات اهو. بسم الله ما شاء الله. يعني شوفي الكمية قد ايه، بسم الله ما شاء الله، من الباكو الواحد. اهي بس عشان اعمل فيه الشوكولاتة كمان. بس كده هوديه برضو على الفريزر. بسم الله. ودلوقتي هنعمل اخر حاجة اللي هي ايه؟ الشوكولاتة. اهي بنحط برضو الباكو كده، واضيف له معلقتين لبن بودر. طبعا اللي حابب يعمل لبن بودر براحته، اللي مش حابب هنضيف لبن سايل او ميه بس، مش اكتر من كده، والميه تكون متلجه. وهنبدا بسم الله. انا عملتهم كلهم في نفس البوله، يعني ما استخدمتش مواعين كتير ولا ايه، ما استخدمتش اي حاجه، زي ما احنا شايفين كده. نبدا بسرعه قليله وبعد كده بنزود السرعه. بس كده خلاص، ونكون عملنا الثلاث اصناف، الثلاث انواع، فانيليا ومانجا والشوكولاته زي ما احنا شايفين. دي بقى هسيبها بالبوله بتاعتها كده اهي. بس كده بياخدوا في الفريزر زي ما قلت من 4-5 ساعات. بس كده ونشوفهم بعد ما يطلعوا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ودلوقتي بعد ما سيبناهم اكتر من 6 ساعات هنبدأ نغرف ونشوفهم. هنبدأ بالفانيليا زي ما بدأنا بيها برضو، هي اول حاجة عملناها اهي كده اهي. هنبدأ نغرفهم بقى بسم الله. وهنبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم. جامد قوي. نعمل كمان واحدة. انا بغرف كده عشان المعلقة ما استخدمهاش من هنا لهنا، فتبقى ايه
وده الشكل النهائي للايس كريم دريم. جربوه ان شاء الله هيعجبكم، وبالهنا والشفا. واذا عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.